السلام عليكم، انا مسخال النهارده بعنوان اكتر 10 افلام كسبت اوسكار في التاريخ، ونروح للمركز العاشر على طول. فيلم غاندي واللي نزل سنة 1982 وكسب 8 اوسكار من اصل 11 ترشيح، ونروح للمركز التاسع. فيلم مليونير ريتشارد واللي كسب 8 اوسكار من اصل 10 ترشيح، نروح للمركز الثامن. فيلم ذهب مع الريح واللي نزل تقريبا من حوالي 100 سنة 1939 اللي حقق 8 اوسكار من اصل 13 ترشيح. بالمناسبة ده تاني اكتر فيلم ترشح موجود معانا في القائمة دي، ونروح للمركز السابع. فيلم المريض الانجليزي اللي نزل من 28 سنة 1996 واللي كسب 9 اوسكار من اصل 12 ترشيح، ونروح للمركز السادس. فيلم الامبراطور الاخير ونزل سنة 1987 واللي كسب 9 اوسكار من اصل 9 ترشيح، نروح للمركز الخامس. فيلم جيجي نزل سنة 1958 واللي كسب 9 اوسكار من اصل 9 ترشيحات، ونروح للمركز الرابع. فيلم قصة الحي الغربي ونزل سنة 1961 واللي كسب 10 اوسكار من اصل 11 ترشيح، ونروح للمركز الثالث. فيلم بن حور ونزل سنة 1959 وكسب 11 اوسكار من اصل 12 ترشيح، ونروح للمركز الثاني. فيلم سيد الخواتم عودة الملك الجزء الثالث ونزل سنة 2003 واللي كسب 11 اوسكار من اصل 11 ترشيح. 11 اوسكار كانوا افضل فيلم ومخرج وسيناريو ومونتاج تصميم وازياء ومكياج وموسيقى واغنية وخلط اصوات ومؤثرات بصرية، يعني غالبا ما سابش حاجة. ونروح للمركز الاول. افضل فيلم رومانسي بالنسبه لي فيلم العالمي تايتانيك اللي نزل من حوالي 25 سنه وكسب 11 جائزه اوسكار من اصل 14 ترشيح، وده اكتر فيلم ترشح موجود معانا في القائمه دي. وال11 اوسكار كانوا افضل فيلم ومخرج وتصميم انتاج وتصميم ازياء وتصوير وصوت ومونتاج ومؤثرات صوتيه ومؤثرات بصريه واغنيه اصليه وموسيقى. حقيقي فعلا فيلم عظيم، افضل افلام اشوفها. حقيقي فعلا كل اللي اتفرجت عليهم عظمه، مش موجودين هنا من فراغ يا جماعه. وسؤال الحلقه، ايه افضل فيلم بالنسبه لك موجود في القائمه دي؟ انا بالنسبه لي سيد الخواتم الجزء الثالث عظيم الصراحه. ايه بس كده، تعالوا الحلقه 10 لايك والاشتراك وسلام.